السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا عملية تسجيل بالمدارس العليا للأساتذة. إذا في هذه الأثناء انطلاق عملية تسجيل بالمدارس العليا للأساتذة. إذا بالنسبة اللي عندهم الباك 2022-2023، يعني اللي عندهم الباك ديال العامين، هاد العامين قبل، غادي نحاولوا نشوفوا أهداف التكوين وخصوصياته، وغادي نشوفوا الشروط، ونشوفوا مدة التكوين، ونشوفوا نوع الشهادة، ونشوفوا كذلك الأحياء التي يتواجد فيها الداخلية، وكذلك المنح. نطرقوا المنح ديال التعليم العالي والمدن اللي فيها المدارس ديال المدرسة العليا المدرسة العليا للأساتذة، وغنشوفوا التخصصات المفتوحة بالمدارس العليا للأساتذة. إذا غنحاولوا نتعرفوا على هادشي كامل في هاد الفيديو. إذا ما هي أهداف التكوين؟ يعني شنو هو الهدف من هاد التكوين؟ يعني علاش أنا باغي نمشي هاد المدرسة العليا للأساتذة؟ إذا اش غادي نولي؟ يعني خاصني أول حاجة نعرف المهنة اللي غادي نزاولها لو ولجت المدارس العليا للأساتذة. إذا يهدف سلك الإجازة في التربية إلى تكوين أطر تربوية مؤهلة لتلبية حاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف مستويات التعليم العالي. إذا غنولي أستاذ ديال التعليم الابتدائي والثانوي. ملي كنقولوا سلك الإجازة عرفوا بأنه فيه 3 سنوات، ويعتمد التكوين بهذا السلك على نظام بيداغوجي يمكن للطالب أن يكتسب معارف ومؤهلات وكفايات من خلال وحدات التخصص ذات صلة بالحقل المعرفي لكل مسلك للتكوين، ووحدات علوم التربية والديداكتيك والسيكولوجيا التربية والتكنولوجيا المعلومات، وكذا وحدات اللغات وتدبير المشاريع التربوية وتدريب الانغماس في وسط تربوي. ويتم التكوين في سلك الإجازة في التربية بالمدارس العليا للأساتذة ومدارس عليا التربية والتكوين وكلية العلوم والتربية. إذا كما قلنا سابقا بأن هذا السلك الإجازة فيه 3 سنوات للدراسة، وغادي يكون واحد التكوين بيداغوجي وفي التربية والتعليم، وكذلك تدبير المشاريع التربوية، وخلاصة القول الانغماس في الوسط التربوي. يعني أستاذ التعليم الابتدائي أو الثانوي، كيكون في واحد الوسط التربوي، يعني التربية والتكوين. إذا ما هي الشروط لولوج المدارس العليا للأساتذة؟ إذا الشروط يجب أن تكون حاصل على شهادة البكالوريا 2022-2023، ولا يتعدى سن المرشح 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر. مدة التكوين 3 سنوات. إذا كما قلنا سابقا سلك الإجازة. نوع الشهادة شهادة الإجازة في التربية، يعني الداخلية. كاين اللي كيبغي مثلا شي مدرسة يدفع على بعيد على محل السكنة ديالو، كيبغي الداخلية كتواجد فقط في الأحياء الجامعية. يعني كما كتعرفين بعض الجامعات اللي كيكون فيهم الحي الجامعي، اللي كتكون هاد العليا للأساتذة كتكون قريبة للأحياء الجامعية. أغلبية كتكون في السمية ديالها كتكون الاسم ديالها، يعني اسم ديال الجامعات، بحال مثلا جامعة قاضي عياض كتلقى المدرسة العليا للتكوين قاضي عياض. إذا منحة التعليم العالي كتعطى عن 3 أشهر، يعني منحة 1000 درهم شهريا كتعويض عن الأعمال التربوية. المدن اللي فيهم المدارس العليا للأساتذة كاينة في الرباط، تطوان، بني ملال، المحمدية، فاس، مكناس، الدار البيضاء، مراكش، القنيطرة الجديدة، أكادير، برشيد، وجدة. إذا ما هي التخصصات المفتوحة بالمدارس العليا للأساتذة؟ إذا هناك تخصصات، يعني تخصص الابتدائي عربي أو اللغة الأمازيغية، تخصص اللغة العربية أو الفرنسية والإنجليزية، الفلسفة، الدراسات الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية البدنية، المعلوميات، الفيزياء والكيمياء، علوم الاقتصاد والتدبير، علوم الحياة والأرض، الرياضيات، علوم الصناعية. إذا ما هي مراحل المباراة؟ إذن أولا يكون انتقاء أولي 75% وطني و75% جهوي. معامل الترجيح حسب كل تخصص والمسالك، لا توجد عتبة محددة. إذا معامل الترجيح يعني كل شعبة، يعني مثلا عندك باك علمي راه ماشي بحال عندك باك مثلا تقني، كيكون واحد المعامل الترجيح لكل شعبة، يعني كتضربو في واحد، كاين اللي كيضرب 1.2 إلى غير ذلك. إذا بالنسبة كاين واحد الاختبار شفوي، وكذلك هناك رابط التسجيل يعني في موقع خاص بهاد المؤسسة، يعني www.cursusup.gov.ma. بالنسبة حاولوا تنتبهوا بأن آخر أجل التسجيل هو 30 غشت 2023. إذا 2023 غشت، يعني في 30 سيكون نهاية التسجيل. إذا نتمنى التوفيق للجميع، وإلى اللقاء فرصة قادمة.